السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والمستمرة من برنامج الحقيقة. اليوم سنسلط معكم الضوء على الحملة المغرضة والمستمرة ضد دولة قطر في مختلف النواحي الاقتصادية منها والسياسية والإنسانية، وكذلك حملة التشويه المستمر ضد دولة قطر منذ جريمة الاختراق حتى هذه الساعة، وكل شيء قد استخدم مشاهدينا من أجل شيطنة دولة قطر أمام الرأي العام الدولي. فإعلام الدول المحاصرة لم يتوقف عن حملة الكراهية والتضليل بأن الاقتصاد القطري قد انهار، والأسواق القطرية أصابها الشلل، وحركة التصدير والاستيراد توقفت، وبورصة قطر أصيبت بالركود، وأن القطريين قد هاجروا إلى كوكب آخر، وقطر أصبحت بمعزل عن دول العالم، وتمويل الإرهاب لا يأتي إلا من قطر. نعم، هذا ما يقولون طيلة الأيام الماضية، لكننا نقول نحن بخير ولله الحمد. دخلنا في أسبوعنا الثالث ولم نرى ما تدعون حتى الآن، وبالمناسبة مرت 3 أسابيع لم نرى لا مطالب ولا شكاوى ولا حتى أمنيات، لا من قريب ولا من بعيد. ليس هذا فحسب، بل كانوا يظنون أنهم بهذا العمل المشين سيجعلون الموقف الإقليمي وكذلك الدولي واقفا إلى جانبهم، لكن الأماني خابت، فقطر ستظل دائما وأبدا شامخة بقياداتها وحكومتها وشعبها للوصول إلى أهدافها النبيلة والإنسانية، أحب من أحب وكره من كره. فكل ذلك مشاهدينا الكرام سيكون ضمن حلقتنا لهذه الليلة، فأهلا وسهلا بكم. كثير من الأسئلة التي راسخت